السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة عن طبعا أرباح اليوتيوب هتبقى بالدولار ولا بالجنيه المصري. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن اللي أرباحه أكتر من 25 دولار. هيبدأ هيقبضها بالجنيه بالدولار. اللي أرباحه فوق ال25 دولار هيقبضها بالدولار، اللي أرباحه أقل من 25 دولار هتتحول له بالجنيه على الحساب المصري. طبعا أنا معلش اتأخرت في الفيديو لأنه كنت مشغول شوية اليومين اللي فاتوا، ولكن الفلوس اتحولت وبالدولار. وهنخش نشوف يعني مظبوط. طبعا لو دخلت كده على ادسنس من اجل يوتيوب هتلاقي الارباح اللي بالجنيه هي اللي موجودة معاك، اللي انت هتقبضها اما تتم الحد الادنى اللي هو 5000 جنيه. وانت طالع بقى هنخش بقى على الدفعات، معلومات الدفع، عشان نشوف الحسابات. طبعا ده حساب ادسنس الخاص بالمواقع. الفيديو ده عبارة عن اثبات بس على اللي كلامنا كان صح. هنشوف الحساب السابق اللي هو مصر بالدولار الامريكي، اللي هو يعتبر خلاص ده انتهى يعني. خلاص ده اخر قبض منه، وبعد كده الحساب ده انتهى تماما. ما عادش هيبقى موجود. تم إصدار الدفعة الأخيرة في 9 مايو، وتبلغ قيمتها 48 دولار و94 قرش. آه، خلاص كده الدفعة دي قبضناها يوم 9، اتحولت لي تقريبا يوم 9، وتقريبا اتحولت على الحساب أو وصلت الحساب بعدها بيومين تقريبا. وصلت يوم 11 تقريبا يعني، مش فاكر، بس وصلت على الحساب بتاعي خلاص. خلاص ده الحساب ده انتهى. كده خلاص لازم تحول بقى على حساب مصري بالجنيه المصري، اللي هو ده بقى خلاص. ده اللي هيكمل معانا الفترة اللي جاية اللي قدام بقى، السنين اللي جاية. ده خلاص لازم توصل 5000 جنيه الحد الأدنى للعائد عشان تقبض. طبعا الأرباح دي بتاعت شهر ده، الشهر اللي فات يعني، اللي هو لسه هتبدأ تكمل عليها الشهر الجاي واللي جاي، يعني على حسب إن كان أرباحك بتكملها في شهر أو شهرين، يعني حسب أنت هتكمل المبلغ اللي هو ال5000 ده في قد إيه. المهم ده اللي خلاص بقى، ده الحساب الحالي، وده اللي هتقبض عليه بالأرباح بالجنيه المصري بدل بالدولار. يعني كل اللي اتغير هو اللي اتغير في الموضوع كله هو العملة. كل حاجة هي زي ما هي، ما عدا العملة فقط اللي اتغيرت. ده بس كان إثبات سحب كده، أو إثبات كلامنا اللي الفلوس القديمة هتوصل بالدولار، مفيش حاجة هتروح عليك. طب لو معاك أقل من 25 جنيه هتتحول لك على الحساب التاني. طبعا كنت أتمنى اللي يبقى معاه مبلغ أقل أو حساب فيه مبلغ أقل عشان أعرفك، ولكن يعني أوريك بالإثبات اللي الفلوس اتحولت مفيش حاجة هتروح. أي مبلغ معاك بيفضل، لا إما بتكمل عليه لحد ما تقبض، لا اما هيتحول لك بالجنيه المصري. فخلاص انت ما عادش في دولار، كل القبض بقت الارباح والقبض وكل حاجه بتتحسب لك بالجنيه المصري. فده اللي مكمل معانا، اللي هو مصر جنيه مصري. مصر دولار امريكي ده خلاص انتهى. واخر دفعه الناس قبضتها كانت ال25 دولار. اللي عدوا ال25 دولار هم اللي قبضوا، واللي ما عداش اتحولت له الفلوس بالمصري. زي ما قلت لكم كنت اتمنى يبقى معايا حساب تاني فيه اقل من 25، او حسابي حتى يبقى 25 عشان اوريك الفلوس بتتحول. يعني اليوتيوب ما بياخدش فلوس على حد، ولا في ارباح بتروح عليك يعني. ويعني انا عملت اعلانات ممولة قبل كده الصراحة. يعني لو ما بعمل اعلان وخلاص المبلغ خلص، مثلا عامل اعلان ب100 جنيه، ال100 جنيه خلصت، كانت تلاقي بعد فترة راجع لي من 100 جنيه دي فلوس مثلا 7 جنيه، 5 جنيه، و6 جنيه، حاجات كده. مبلغ يعني راجع لك. ده مثال يعني، بس كان بيرجع لي فعلا مبلغ يقول لك دي نقرات غير صالحة او حاجة، يعني اللي هي حد ارباح مش مظبوطة، وبترجع لك تاني تضاف في رصيدك الاعلاني، وتبدأ تعلن بيها تاني بعد ما انت استنفذت المبلغ اساسا. يعني ده عشان هما النظام آلي. يعني النظام اللي في اليوتيوب اللي بيحسب الارباح وبيحسب الحاجات دي نظام آلي مش نظام يدوي.
فبيبدأ يحسب النقرات الغير صالحة والحاجات اللي غير صالحة زي ما بيخصمها من أرباحك. أما بتعمل إعلان ممول بيرجعها لك. ده نظام آلي، مفيش فيه أي تلاعب، مفيش فيه أي سرقة، مفيش فيه أي حاجة. أتمنى إن احنا يعني ربنا يوفق الجميع ويرزقنا بالحلال. في نهاية الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.